اخذت لي قلبي ومشاعري كلهم. شوف شب حلو. اي ما شاء الله عليك. وهن كمان سكروا لي قناتي على اليوتيوب، يعني بدي احب حالي اكثر، بدي احب شغلي اكثر. مساء الخير، حلقة جديدة من لحظة حقيقة، وهيك تمريقة على السريع مع نجم كلنا بنحبه، وعلى الصعيد الشخصي هو صديق مقرب، عبود برمدة باسمه الكبير. أهلا وسهلا فيك على سينما زيكا. يا حبيبي، يا اهلا وسهلا فيك يا ايهم. انا يعني جدا مبسوط لك على الشيء الجديد اللي عم خلي تعمله. لي إياك يا حبيبي. عبود، يعني أنا معروف لازم حرتق، اكيد. وإن شاء الله ما يطغى الطابع الشخصي على الانترفيو. سؤالي كثير بسيط، خلينا نبلش. نحن بالكريسماس هلا بعد شوي عندنا حفلة. اوكي. رجعنا نشوف عبود برمدة بزخم حفلات. يعني غبنا فترة، بس هلا ما شاء الله ندق على الخشب تاعت شهور. خبرنا. هلا الحمد لله، يعني انا من الاساس بحاول دائما اتواجد، يعني بس دائما لازم يكون في اخي شروط ولو شوي مريحه، يعني بالنسبه لكل شيء يعني بالحفله. فوقت بيكون في جو او مكان او شروط تمام، اكيد بدي اكون متواجد. بس في سر، في حدا محقق لك هالشروط التمام لحتى مسكرين شهر واحد حفلات؟ ايه، وهلا حفلات، بدي اعرف هذا السر. الحمد لله عم نتعب. صرت اكثر مسؤول فنيا عن حياتي، لانه عم صرت تحكيها بحرقة؟ لا مو هيك، بس صرت لحالي انا بالفتره مبسوط ولا مبينة؟ لا خلص لا، بالعكس انا مبسوط كثير. هلا إنك هذا صرت الشيء ما لحالك. بيعني انه اللي كانوا معي ما بحبهم ولا ما شخصياً نحن تموا عم نحكي هلا هون عملياً. واجباتهم. ايه 100%. بس صرت عم بشعر بالنجاح اكثر. لك مبروك خالو. الله يبارك فيك شو القصة؟ حبيبتي تاج. يعني الله يبعث لها ايام حلوه يا رب. فعلا. اخذت لي قلبي ومشاعري كلهم، كل شيء بخص الحب والابوبه. عوضتك شوي؟ بالفعل يعني انا حاسس لبنتي 100% يعني. عبود برمدة امتى بدنا نشوفه عريس؟ والله شوف، يعني قصة ما عم حاول لا وحاولت لا، دقيقة، هي شو المحاولة بالضبط؟ اني صير عريس. بس يعني حسيت حالي انه حاليا بعيد عن هذا الموضوع. يعني حاولت بشتى الوسائل. بدي احب حالي اكثر، بدي احب شغلي اكثر. طيب على الكاميرا مطلوب عروس مواصفاتها 1 2 3 عبود. هلا هي مطلوب تكون مطلوب فعلا تكون لإلي. حلوة؟ ام لإلك؟ ايه اكيد. حلو. تكون هاي المسؤولية اتجاهي، مثل كأنه ابنها. عن جد حلو. انا بحاجة هذا الشيء. صبايا مطلوب عروس. شوف شب حلو. اي ما شاء الله عليك. دخيل قلبك. يعني إن شاء ما في الله. ب 2024 خطة؟ لا. حلو. وهذا سبب على فكرة انه انا متواجد هاي الفترة وعم حضر لأعمال، وحضرت العمل كتير مهم وحلو. يلي هو انا راضي عنه. هو ديو. اي ديو مع ديو عامل ديو مع تمام. مع فنان اسمه حسين بدران. حلو. هو ترند كان الفترة الماضية وما زال. هو صاحب أغنية هو قلبي وشريانه وانا بين ضلوعي. بحب هذا الستايل وبحب هذا شو ستايل المغنى. الأغنية؟ شو ستايل ستايل الأغنية ديو. هذا الستايل انا بحبه. الديو اسمها النسخة الأصلية. ناطرين اكيد عبود. بدنا نبلش حرتقة نرفع الدوز. فعلا. بليالي قلعة دمشق كان ضيفي، وتشرفت جدا باستاذ الكثير منه، هو استاذك استاذ صابر رباعي. وعنونت انا الفيديو، هو هون حرتقة، كتبت انا عبود برمدة بديلا لاصالة في دمشق. اكيد شفتوا للفيديو. ايه اكيد. هلا هو شكرا لك، يعني هو دقيقك اول شيء العنوان، ومعلش خلينا نكون لا صريحين. بالعكس بغض النظر عن كثير امور، بس بالنهايه اصاله نجمه عربيه نفتخر فيها وبفنها. واستاذ صابر بالنهايه استاذي وحبيب قلبي. كانت حلوه. كنت جدا سعيد، واعطتني بوش من بعد فتره صعبه جدا كانت بحياتي. يعني اجت مثل بوزيتيف فايبس وقتها، بوقتها طيبت لي خاطري. أي. يعني فيني اقول لك ايه. والحمد لله يعني كانت ناجحه، ولليوم انا عم بسمع الفيدباك عنها. عبود انا معك باللي عم تحكيه، واكيد يعني اصاله ما فينا ننكر اهميه الاسم واهميه الاختيارات، بس ايضا هي مو اول مره كان في القصيده الدمشقيه كمان اخذتها. شو قصتك انت؟ في تار بينك وبين اصاله عبود؟ لا والله، انا بالعكس نزلت القصيده الدمشقيه مع استاذ اياد رمضان البني، كانت من انتاجه.
وعملناها بحب. انا بحب نزار قباني وبحب القصيده هي بالذات، يعني وش معنى اشتغلناها. لانه غنتها اصاله؟ ما بعرف. وعلي قرا طلعنا مع صابر بدل اصاله، شو القصه؟ وهن كمان سكروا لي قناتي على اليوتيوب، يعني حرام يعني ما قصروا. مين؟ اصحاب الاغنيه يعني. مين هن؟ ما بعرف. اصاله يعني فينا نحكي. هلا اكيد مو هي اللي راحت، بس بس اكيد بتوجيه. شيء اكيد ممكن. خليني نضل بقلعة دمشق، نقول على سؤال ثاني. باحد لقاءات الفنان السوري خلدون حناوي قال انه كان المفروض هو اللي يطلع، بس تفاجأ انه عبود برمضة طلع. هلا خلدون اخي وحبيب قلبي، انا بوجه له تحيه اكيد بنوجه له كبيره. تحيه. وهو قال كلمه، قال لكل مجتهد نصيب. هذا الشيء ما بيعني انه هو ما انه مجتهد، اكيد انا برفع راسي فيه. بس هي انفهمت، معلش عبود بدي اقطعك هون، انفهمت انه يعني انه مثل لطشه، انه طب خلص مرقت، يعني نحن بدنا نركب سكوب. لا يعني طيب، هيك طلع. خلدون انسان طيب، يعني انسان ما عنده هاي ما انه من النوع اللي بكيد يعني، او من تحت لتحت يعني. يمكن هو حكاها هيك، هو بيستاهل اكيد. انا بفرح له لو طالع مكاني، والله بفرح له، بس صارت هي شغل نصيب، يعني نصيب من رب العالمين يعني صراحه، مو بايدي يعني. يلا عدت على وحصلت يعني. اخر سؤال. ديو هلا حتختاروا بين نانسي زعبلاوي، شهد برمضة، ايناس لطوف، على الكاميرا. نانسي زعبلاوي. تزعل شهد؟ هلا شهد حبيبتي ما بتزعل، لانه نحن يعني اول شيء ما لنا مفكرين بالسيره ابدا انه نحن نعمل ديو. كل واحد رايح بمكان. اياد البني، استاذ اياد البني وافق. موافق. كل واحد رايح بمكان، ما لنا مخططين لهذا الشيء، وقت اللي بيكون في عمل مناسب فعلا بيني وبين شهد او بيني وبين نانسي، اكيد الاثنين ما رح يرفضوا. متابعين سينما زيكا سي ام بروجرام، هيك كنا مع عبود برمضة. ختاما جمله من يا رايح وبننزل على الستيج. يا حبيبي انت. طيب. يا رايح عمشوار، تيتم قلبي عغياب، جيب لي شوي من تراب، تعطر فيها تيابي، تعطر فيها تيابي. يلا تفضل.